في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت ايد روبوت شبه الايد الحقيقية. المشروع ده كان معقد جدا وخد مني وقت اكتر ما كنت متخيل. ايد الانسان سبحان الله هي معجزة فعلا. كون ان انت تعرف تمسك حاجة بدقة زي القلم مثلا، وبعدين تروح تمسك حاجة تانية بشكل مختلف بسهولة، ده شيء مش بسيط خالص. الايد الواحدة فيها 27 عظمة، وفي 30 عضلة بتتحكم في حركات الايد. كفاية انك تعرف ان من 25 ل 30% من القشرة الحركية في الدماغ مخصصة لحركة الإيد، ولحد دلوقتي مفيش طرف صناعي بيحاكي الإيد بنسبة 100%. خليني في الفيديو ده أخدكم في رحلة معقدة بيدخل فيها التشريح والبايوميكانكس والتصميم والإلكترونيات. الإيد الحقيقية هي عبارة عن مجموعة من العظم متوصل ببعضه بالمفاصل، وبيحرك العظم ده عضلات موجودة في الإيد وفي الساعد متصلة بالعظم عن طريق الأوتار. فإحنا عايزين نعمل حاجة شبه كده. في تقريبا 30 عضلة مسؤولة عن حركة الصوابع. طبعا ده رقم كبير جدا إن إحنا نعمل حاجة زيه. ففي شوية اعتبارات ممكن ناخدها في التصميم بتاعنا بحيث إن إحنا نقلل عدد المواتير اللي محتاجينها. يعني مثلا هل إحنا محتاجين نعمل إيد صناعية تعرف تعمل كل الحركات اللي الإيد الطبيعية بتعملها، ولا عايزين ناخد الحاجات الأساسية بس زي مثلا القبضة وحركة السبابة والإبهام؟ تاني حاجة، هل ممكن نخلي موتور واحد يعمل حركتين، يعني يبقى مسؤول مثلا عن الانقباض والانبساط في نفس الوقت؟ وتالت حاجة، هل احنا محتاجين ان الحركة حوالين كل مفصل يبقى مسؤول عنها موتور منفصل، ولا ينفع نخلي الموتور يتحكم في الحركة بتاعة مفصلين؟ دي كلها حاجات مهمة لازم الواحد يفكر فيها لما يعمل تصميم لحاجة زي كده. انا في كذا تصور في بالي. اللي بفكر فيه ان يكون عندنا الايد هنا فيها العظم والمفاصل، وعندنا الساعد وده اللي فيه المواتير اللي متوصلة بالعظم والأوتار، اللي هي هتكون عبارة عن خيط أو حبل. فأول خطوة إن إحنا نعمل عينة اختبار نشوف الفكرة دي أصلا هتنجح ولا لأ. خلينا نبدأ من إن إحنا نعمل تصميم الصوابع. وأهم حاجة في تصميم الصوابع هو تصميم المفصل. في كذا شكل ممكن نعمله للمفاصل. أبسط شكل والشكل التقليدي خالص اللي هو المفصل الدوراني بالمنظر ده. المشكلة في التصميم ده إنه ما بيتيحش المرونة المطلوبة من غير ما نوصله بالمواتير، وغير كده نسبة الاحتكاك فيه بتكون عالية، ودي حاجة أنا ما كنتش عايزها. الإيد الطبيعية فيها نسبة مرونة، يعني أنت لو حطيت إيدك كده وسبتها هتاخد شكل ما بين الانقباض والانبساط، والخاصية دي جاية من مرونة العضلات والأوتار. دي حاجة مهمة ومطلوبة جدا عشان تحمي من الإصابات وتحمي العظم إنه يتكسر. دي حاجة أنا كنت عايز أعمل شبهها في التصميم بتاعي، إنما المفصل ده لو اتحمل عليه بشكل زايد هيتكسر. البديل اللي لقيته أثناء البحث بتاعي هو الشكل التاني ده، اللي سطح المفصل فيه بيكون بيتزحلق على السطح التاني بدون ما يحتك بيه، والناحيتين بيكونوا متوصلين بحبال عكس بعض. المفصل ده ميزته إنه سهل نسبيا في التركيب وفيه مرونة طبيعية، وغير كده نسبة الاحتكاك فيه قليلة. بعد ما عملت التصميم على ال 3D printer وبعد كذا عينة اختبار وصلت للشكل دوت للمفصل. خلينا نبدأ نركبه. علشان أركبه هستخدم اللزق عشان ألزق الحبال. مشكلة التركيب هنا إنه كان مزعج جدا لأن المساحة صغيرة، ولأني كنت بستخدم اللزق فده كان بيروح في كل حتة ويلزق في الإيد وحاجة صعبة خالص. وده الشكل النهائي للمفصل بعد ما ركبت الناحية التانية. الحركة بتاعت المفصل كانت كويسة جدا وبتتحرك بسهولة، ومدى الحركة برضو كويس، وكمان المفصل كان ثابت جدا وما بيتحركش يمين ولا شمال. تاني ميزة واللي هي المرونة اللي أنا اتكلمت عليها، إن المفصل ما كانش سايب خالص، يعني لو حركته في حتة معينة ممكن يثبت فيها لوحده. فكده عينة الاختيار مبدئيا للمفصل كويسة، فهنكمل بالتصميم ده في باقي الإيد. الخطوة اللي بعد كده هي تركيب السلك اللي هيحرك المفصل مكان الأوتار بتاعة العضلات، أو بمعنى آخر الحبل ما بين المفصل والموتور. أنا هستخدم السلك الرفيع خالص ده، وده خيط صيد. ده ميزته إن هو قوي يعرف يستحمل. تاني حاجة إنه ما فيهوش ليونة فما بيمطش خالص. كمان هو رفيع جدا فده يخلينا نعديه من الفتحات الصغيرة اللي عاملها في البلاستيك، وده بيخلينا مش محتاجين إن احنا نكبر حجم الإيد أكبر من اللازم عشان نعمل فتحات كبيرة. وعلشان أثبته في مكانه عملت القطعة دي ولزقتها، وهربط الحبل فيها.
بعد عملية جراحية دقيقة جدا ركبت السلك في مكانه. خلينا نجرب. طيب هي كده التجربة فشلت. أول مشكلة إن مخرج السلك مستواه في نفس مستوى أو تحت المكان اللي السلك راكب فيه، فده بيخلّي قوة الشد على العُقلة ضعيفة خالص. أنا لو طلّعت السلك من مكانه وشدّيته في زاوية مختلفة، ده بيحرّك العُقلة، فده معناه إن إحنا كده محتاجين نغيّر التصميم بتاعنا لتصميم تاني تخلّي فتحة السلك في مستوى مختلف عن المكان اللي مربوط فيه. وده كان الشكل بعد ما عِدت التصميم تاني بحيث إن مخرج الوتر يبقى في مستوى أعلى من المكان اللي هيمسك فيه، وده سهِّل عملية الحركة أكتر بكتير زي ما أنتم شايفين. ده يودينا للسؤال اللي بعد كده، إحنا هنحرك الصوابع دي إزاي؟ العضلات الحقيقية معجزة لأنها بتقوم بالوظيفة بتاعتها اللي هي الحركة بصورة مميزة جدا. أول حاجة هي سرعة استجابتها للإشارة العصبية سريعة جدا. تاني حاجة بتاخد مساحة صغيرة. وتالت حاجة إن القوة بتاعتها عالية بالنسبة لحجمها. مفيش اختيارات كتيرة في العالم الصناعي بتقترب من العضلات الحقيقية بنسبة 100%. الحاجة المتاحة اللي أنا أقدر أستخدمها تدينا إمكانيات قريبة زي الاستجابة السريعة والقدرة على التحكم بسهولة هي مواتير السيرفو البسيطة دي. التحكم فيها سهل وأسعارها كويسة، ودي كانت حاجة مهمة لأن هنستخدم منها كتير. أنا استخدمتها في كذا مشروع قبل كده لو عايزين تشوفوا الفيديوهات التانية. الفكرة اللي أنا عايز أعملها إن أنا عايز أحط القطعة الدائرية ديّة فوق الموتور، يكون الحبل بيلف على القطعة الدائرية ديّة، بحيث إنها لمّا تلف ناحية تشد والناحية التانية ترخي، كده أقدر أتحكم في الحركة بتاعة المفصل وأعمل حركة شبه حركة العضلة اللي هي الانقباض والانبساط. اللي أنا عايز أعمله دلوقتي إن أكمل عينة الاختبار عشان أثبت إن الفكرة شغالة. هنعمل عينة اختبار اللي هي بتمثل صباع من صوابع الإيد ونوصّل بيهم ال3 مواتير. السؤال بقى، هل الصباع ده هيتحرك بالصورة اللي أنا عايزها لمّا أحرك الموتور والّا لأ؟ المفاجأة بالنسبة لي إن هو اشتغل بصورة كويسة بنفس الطريقة اللي أنا كنت متصورها. لو تاخدوا بالكم أنا أضفت القطع البلاستيك ديّة اللي بتركب فوق المواتير عشان أعدّي فيها الخيوط، بحيث إنها تبقى طالعة مضبوطة ما تدخلش في بعضيها، وكمان بتخلّيني أعرف أشد الحبل زيادة حتى بعد أمّا أركّبه بحيث إن هو يبقى مشدود كويس، ودي أنا أضفتها بعد كذا تجربة ما اشتغلتش كويس، بصراحة عملت فرق كبير جدًا. كده كل اللي إحنا محتاجينه إن إحنا نطبّق نفس التصميم على باقي الصوابع. ده كان تصميم الصباع. نيجي بعد كده لتصميم الكف نفسه. الكف الطبيعي هو عبارة عن مجموعة عظم تحت كده طالع منها 4 عضمات اللي بيتوصلوا في الصوابع. مجموعة العظم دي غير إنها بتعمل مفصل الريست، هي الأساس بتاع الإيد، فكل القوة اللي بتمشي في الإيد بتتوزع من خلالها. وغير كده هي بتحمي الأوتار والأعصاب اللي بتبقى داخلة على الإيد. اللي أنا هعمله هنا إن شوية العظم اللي تحت ده هنبدله بالمربع ده، وهاطلّع منّه ال4 عضمات اللي هيركب عليهم الصوابع. المكعب ده أنا كنت مقلّق منّه لإن هيبقى ماشي جوّاه الأوتار بتاعة الإيد كلّها، اللي هو السلك، والفتحة الواحدة من دول هي كلّها على بعضها قطرها 1 مِلِّ بس، فأي غلطة صغيّرة في الطباعة هتبوّظ القطعة كلّها. طبعًا القطعة دي كلّها معمولة على ال3D printer، وعلى قد ما ال3D printer دقيقة، بس بسبب إن البلاستيك بينكمش ويتمدّد لمّا ينزل سُخن من فتحة ال3D printer وبعدين بيبرد، فده ساعات بيخلّي الفتحات الصغيّرة حجمها بيتغيّر. الواحد ما بيبقاش ضامن إنها هتبقى زي التصميم بالضبط. الخطوة الجاية هي إني أعمل وأركّب باقي الصوابع. تركيب المفاصل خَد منّي وقت كتير، لإن كل مفصل كان بياخد من 10 ل15 دقيقة لوحده عشان أركّبه، وفي 14 مفصل إجمالي، فده كان تقريبًا من 3 ساعات ل3 ساعات ونُص. غير كده هي نفس الحاجة بتعملها أكتر من مرّة. وده بصراحة كانت أرخم حاجة في المشروع ده كله، إن الواحد كان بيعمل نفس الحاجة كذا مرة. يعني مثلا سواء يركب المواتير أو الأوتار السلوك اللي طالعة من المواتير أو المفاصل.
فهنا هاوريكم وأنا باعمل صباع واحد بس، علشان لو حد حب يعمل حاجة زي كده. وملحوظة تصميم الكاد بتاع المشروع ده كله موجود تحت الفيديو لو حد عايز يبص عليه أو يستخدمه. الخطوة اللي بعد كده هي تصميم الصباع الكبير أو الإبهام، وده من أهم الحاجات اللي في الإيد، لأن 40% من وظيفة الإيد موجودة في الصباع الكبير ده، وبالأخص قدرة الصباع الكبير إنه يجي قدام الصوابع التانية بحيث إنك تعرف تعمل قبضة أو تمسك حاجة بأطراف الأصابع، ودي الميزة اللي بتتميز بيها إيد الإنسان. في التصميم بتاعنا هنا المفصل الأول للصباع الكبير متركب بميل بحيث إن محور الدوران يبقى مايل شوية عشان الصباع يوصل للناحية التانية من الإيد. ولو تاخدوا بالكوا ده مختلف عن النموذج الأول اللي أنا عملته، لأن التصميم الأول لما جربته الإبهام كان بيجي قدام الصباع الأول بس، وإحنا عايزينه يعرف يجي قدام الصوابع كلها علشان يعمل القبضة دي. أنا عايز بس أوريكوا هو بيتحرك إزاي. أنا عندي سلك بيمشي في الفتحة الصغيرة دي، وفي فتحة صغيرة تانية في جنب الإيد السلك بيدخل منها، وده اللي مسؤول عن حركة دوران أول مفصل. باقي الصباع هو نفس الفكرة بتاع الصوابع العادية. نيجي بعد كده لتصميم الساعد. تصميم الساعد كان بسيط، كل اللي أنا كنت عايزه هو هيكل بسيط أركب فيه المواتير وأركب فيه الإيد. فكرة هنا إن كل مرحلة في مستوى مختلف علشان الخيوط اللي طالعة من المواتير ما تدخلش في بعضيها، وكل مرحلة بتتوصل بالتانية بمسامير وصامولة بتخش في الفتحة دي. وبعد ما ركبت المواتير والقطع البلاستيك اللي بتركب على كل موتور، جه وقت أرخم حاجة في المشروع ده كله، وهي توصيل السلوك من المواتير للصوابع. الفكرة إن الخيوط ديت لازم تبقى مشدودة كويس وإلا هتبقى قوة الإيد ضعيفة جدا، ودي كانت مشكلة لأني كل ما كنت بشد الخيط جامد كان ممكن يتقطع مني. غير كده التعامل مع سلك شفاف رفيع والعقد الكتيرة اللي كان الواحد لازم يربطها. بس بعد ما ركبت أول كام سلك الموضوع بقى أسهل بعد كده. فهنا أنا هوريكم وأنا بركب ناحية واحدة من السلك علشان أوريكم كم المعاناة. وانتوا بتتفرجوا على الكلام دوت انا عايز اوضح حاجة، ان الكلام دوت مش شغلي واني اصلا مش مهندس. انا الحاجات دي بعملها بسبيل الهواية وان انا بحب اتعلم واعمل حاجات بايدي، فمعظم الحاجات دي انا بتعلمها من البحث اونلاين وان اجرب الحاجة كذا مرة. والسبب اني عملت القناة ديت اني كنت عايز اشارك اللي انا بتعلمه، جايز حد يستفيد او حد يتشجع، والهدف ان الواحد يعمل حاجة ايجابية على قد ما يقدر. اديكوا شايفين اللي بيحصل حوالينا ده المفروض يشجعنا ان كل واحد فينا يبقى ايجابي ويحاول يطور من نفسه على قد ما يقدر، حتى لو حاجة صغيرة حتى لو حاجة بسيطة، ويحاول ينفع الناس اللي حواليه. مفيش حاجة بتحصل بين يوم وليلة، بس اكيد لو كلنا قمنا بدورنا مهما كان صغير او بسيط اكيد في النهاية لما كلنا نعمله هيفرق. طيب أنا دلوقتي وصّلت كل الخيوط من مواتير للصوابع، بصراحة كان مجهود كبير جدًا إن أنا أعمل كل دول، أتمنى إن ما فيش ولا خيط يتقطع. الخطوة الجاية هي إني أضبّط المدى بتاع كل موتور وأوصّل الإلكترونيات. إحنا عندنا هنا 13 موتور، عشان نتحكم في الموضوع ده كله هاستخدم الأردوينو. بس الأردوينو ما تقدرش تشغّل 13 موتور، فعلشان كده هاستخدم القطعة دي. القطعة دي بتتوصّل بالأردوينو
وممكن نوصل لحد 16 موتور بيها. فالكود بتاعنا بيبقى على الأردوينو، والأردوينو بتبعت إشارات للقطعة دي، ودي اللي بتحرك المواتير. الوقت الحالي الكهرباء بتاعتنا جاية من الباور سبلاي دوت. ممكن بعد ما نعدي فترة الاختبار أوصل بطارية بحيث إن الإيد تبقى متحركة معانا. ودلوقتي جه وقت الحقيقة. كده تمام، كل حاجة متوصلة وشغالة، بس في مشكلة ان انا عشان اتحكم في 13 موتور بحيث ان انا اعرف اعمل حركة معقدة بالايد، ده هيبقى صعب جدا ومحتاج اقعد اظبط كل موتور لوحده. انا لقيت حاجة سهلة ممكن نستخدمها، برنامج اسمه بوتانج. ده بيستخدم في الانيماترونكس وبيسهل ان الواحد يتحكم في المواتير ويعمل بيها حركات مركبة. وده برنامج شركة ديزني هي اللي عاملاه وموجود مجانا. استخدام البرنامج ده سهل جدا. علشان اتحكم في المواتير، الاول بضيف الموتور على البرنامج وبظبط المدى بتاعه بسهوله جدا. يعني هنا انا حطيت المواتير بتاعت اول صباعين، خلينا مثلا نحط موتور الصباع اللي في النص. وبعد ما احدد المدى بتاع الموتور ممكن احركه زي ما انتم شايفين كده بسهوله جدا. طيب علشان أعمل حركة مركبة فيها كذا موتور، ممكن أستخدم خاصية الأنيميشن اللي موجودة في البرنامج بحيث إن أنا أعمل حركة معينة. واجهتني بس مشكلة صغيرة، إني لما جيت أضيف الموتور السابع البرنامج طلع لي ايرور. المشكلة طلعت إن الأردوينو مع البرنامج ده ما بتستحملش تشغل أكتر من 6 مواتير عشان الميموري بتاعتها قليلة. فأنا محتاج أجيب مايكرو كنترولر أقوى شوية علشان أعرف أتحكم في باقي المواتير. بس لحد ما ده يوصل، خليني أوريكم الأنيميشن اللي أنا عملته لأول صباعين إزاي ممكن أخليهم يقفلوا ويفتحوا. المايكرو كنترولر الجديد هو ال ESP32، وده مايكرو كنترولر رخيص ومتوفر بس قدراته أكبر بكتير من الأردوينو. بعد ما بدلته البرنامج اشتغل تمام وما طلعليش اي مشاكل لما زودت المواتير بتاعت باقي الصوابع. خليني بقى اوريكم شوية حاجات الايد ممكن تعملها. في كام انيميشن انا اخترت اعملهم، مثلا ان الايد تحرك الصوابع، وانها تعمل قبضة عشان تمسك حاجات. الحلو ان قوة القبضة بتاعتها كانت كويسة، احسن مما توقعت بصراحة. فخلينا نجرب نمسك شوية حاجات اشوف الايد هتعرف تمسكها ولا لا. وفي المسكة اللي هي بأطراف الأصابع عشان تمسك حاجة زي القلم مثلا. كان في مشكلة بسيطة، إن بسبب إن البلاستيك بيزحلق كانت الحاجات ما بتتمسكش كويس. فأنا عندي الحل. ده سيليكون سائل، ممكن تحطه في أي قالب عشان يطلع بالشكل اللي أنت عايزه. فأنا حطيته على الإيد عشان يبقى زي الجلد، وده خلى الإيد تمسك بصورة أفضل وبرضه خلى شكلها أحسن شوية. ده الشكل النهائي للإيد بعد ما ركبت السيليكون عليها. ده خلى شكل الإيد أفضل شوية، وخلى القبضة وقدرة الإيد إنها تمسك الحاجات أفضل بكتير. كده نكون خلصنا المشروع دوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم.